يسعون لإزاحته من الحكم حتى لو كلفهم الأمر اغتيال الرئيس. هذا كلام أشار إليه صراحة قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية في حديثه مؤخرا للتونسيين: بالرغم من محاولاتهم اليائسة التي تصل أو يفكرون في الاغتيال، يفكرون في القتل، حيث كشف عن مخطط لإجباره على ترك السلطة حتى لو بالاغتيال. سعيد تحدث عن أطراف لم يذكرها صراحة تعاونت سرا مع الجهات الخارجية لتنفيذ هذا المخطط. وسريعا عقب تصريحات الرئيس نشرت صحيفة الشروق التونسية تقريرا تحدثت فيه عن إحباط أجهزة الأمن بمخطط وصفته بالإرهابي كان يهدف لاغتيال الرئيس، وأسفر عن اعتقال من أسمته أحد الذئاب المنفردة الذي كان سينفذ العملية، دون إيراد مزيد من التفاصيل. والكلام عن محاولة الاغتيال هذا يأتي في ظل حملة يشنها تنظيم الإخوان ضد قيس سعيد، وذلك عقب قراراته الأخيرة التي أقصت فرع التنظيم في تونس والمعروفة باسم حركة النهضة، حيث سعى التنظيم لتصوير ما جرى في تونس على كونه انقلابا، ولم تؤتي ثمار حملتهم هذه أكلها بعد التأييد الواسع للرئيس من قبل الشعب التونسي نفسه ومن قبل المجتمع الدولي. وهذا ما دفع بعض الناشطين لتوجيه أصابع الاتهام لتنظيم الإخوان والجماعات المرتبطة فيه، وهو أمر سارعت النهضة لنفيه عن نفسها عبر التنديد بمحاولة التعرض لأمن الرئيس. وما زالت السلطات التونسية تجري تحقيقات حول ما يدبر للنيل من الرئيس في السعي لإقصائه من المشهد، حتى لو تكلف الأمر إقصاؤه من الحياة برمتها.